كانت سيدة تعيش مع زوجها وأولادها حياة رغدة، وقد استعانت طوال حياتها الزوجية على تربية أولادها بمربيات عديدة. وفي يوم جاء مزارع من معارف زوج السيدة يصطحب معه ابنته ذات الأعوام ال7 لتعمل عندهم مقابل 20 جنيها في الشهر. وترك المزارع طفلته التي كانت تمسك بجلبابه وانصرف دامع العينين. كانت الطفلة تستيقظ في الصباح تساعد السيدة في إعداد الطعام لطفليها، ثم تحمل الحقائب المدرسية وتنزل بها إلى الشارع، ثم تعود وتبدأ في ممارسة أعمال البيت من تنظيف ومسح وشراء الخضروات حتى منتصف الليل. وعند أي هفوة أو نسيان أو تأجيل أداء عمل مطلوب منها ينهال عليها زوج السيدة ضربا بقسوة شديدة، فتتحمل الضرب باكية صابرة. ورغم ذلك فقد كانت في منتهى الأمانة والنظافة والإخلاص لمخدوميها. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. مرت السنوات وبدأت السيدة تلاحظ أن الأكواب والأطباق تسقط من يدي الفتاة وأنها تتعثر كثيرا في سيرها، فعرضتها على الطبيب فأكد لها أن نظرها قد ضعف جدا وأنها لا ترى حاليا ما تحت قدميها وأصبحت شبه كفيفة. ورغم ذلك لم يرحمها زوج السيدة، واستمر الحال هكذا لفترة من الزمن. ثم خرجت الفتاة ذات يوم من البيت بعد أن أصبحت كفيفة تقريبا ولم تعد مرة أخرى، فلم تهتم السيدة أو زوجها بالبحث عنها. ومضت السنوات وأحيل الزوج للتقاعد وفقد المنصب والنفوذ، وتخرج ابنه من الجامعة وعمل وتزوج، وسعد الوالدان بزواجه، واكتملت سعادتهما حين عرف أن زوجة ابنهما حامل. وبعد مرور شهور الحمل وضعت زوجة الابن، وكان المولود كفيفا لا يبصر، وكانت صدمة قاسية على الجميع. وقد عرضوا الطفل على الأطباء ولكن بلا فائدة، ولكن الأطباء طمأنوها فحملت وأنجبت طفلة جميلة ترى وتبصر كالأطفال. ولكن بعد 7 شهور لاحظوا عليها أن نظرها مركز في اتجاه واحد لا تحيد عنه، فأصيب زوج السيدة بحالة نفسية فسدت معها أيامه وكره كل شيء، ودخل مصحة نفسية لعلاجه من الاكتئاب. وانقبض قلب السيدة وتذكرت فجأة الفتاة التي هربت من جحيمهم كفيفة، وتساءلت هل هذا عقاب رب العالمين لهم على ما فعلوه بتلك الفتاة؟ وبعد بحث طويل علمت السيدة أن الفتاة تعمل خادمة بأحد المساجد، فذهبت إليها وأحضرتها لتعيش معها ما بقي لها من أيام. وعادت الفتاة مع السيدة تتحسس الطريق والسيدة تمسك بيدها، واستقرت الفتاة مع السيدة وأصبحت ترعاها هي وحفيديها الكفيفين، وأصبح أملها أن يغفر الله لها ما كان. ومع دعائها الدائم لله أن يعفو عنها كانت تقول لمن انعدمت الرحمة في قلوبهم: إن الله حي لا ينام، فلا تقسوا على أحد، فسوف يأتي يوم تندمون على ما فعلتم في قوتكم وجبروتكم.